السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعة يا حبايب قلبي، النهاردة ان شاء الله احنا امبارح عاملين كنافة بالمانجا. ماشي يا جماعة، النهاردة نعمل لكم هلبية اهوت. ده اللبن اهو حبايب قلبي، ده السكر، ده النشا، الفانيليا يا جماعة ايه، دي الفراولة للتزيين. ويا ريت تشتركوا لنا في القناه بعد اذن حضراتكم يا جماعه. مطبخ تيتا وريان على اليوتيوب، الله يسعدكم ويكبر بخاطركم، بنعمل لكم كل حاجه حلوه اهو. يا ريت تشتركوا لنا فيها لو سمحتوا بعد اذنكم حبايب قلبي يا اولادي. ده اللبن يا حبايب قلبي، ده النشا قدام حضراتكم، النشا المهلبيه. بحط مع النشا السكر، وهقلبه على ما اللبن بس يعمل. لازم ندوب السكر في النشا عشان لما نيجي نحطه معانا في اللبن ما يكلكعش. المهلبيه بتاعت الكنافه بتاعت امبارح كانت جميله جميله والله يا اولاد، الله يسعدكم. احنا في الشتاء والواحد بيعوز حاجات حلوه وهو قاعد. اهو كده، انا مش راضيه اطول عليكم شويه كده ان شاء الله. وانا بحط النشا اللبن يا حبايب قلبي، دهيت الفانيليا زي ما انتم شايفين حضراتكم. اللبن اهوت، انت بتحطيها ده النشا يا جماعه اهو، والسكر. اللبن غلى اهو قدام حضراتكم، فبنقلب اهو زي ما انتم شايفين. اهو حطيت الفانيليا زي ما انتم شايفين حضراتكم حبايب قلبي اهو، واحده واحده اهو. وموريلكم اللبن قبل ما احطه على البوتاجاز وبعد ما حطيته على البوتاجاز. لازم بحط النشا مع السكر والفانيليا مع اللبن اهو، ولازم نقلب كده ايدينا كده. لازم تستوي قدام مننا، لسه ما بقلبتش زي ما بتقلب كده المهلبيه، ونعرف ان كانت استوت ولا ما استوتش. رجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي اهون، بس شلتها من على النار. شوفوا اهي، وعملت براحتكم. انتوا عايزين تعملوا كده اعملوا، مش عايزين ما تعملوش، براحتكم زي ما انتوا عايزين يا حبايب قلبي. في ناس اللي بتعمل كده، وفي ناس بتعملها من فوق الوش كده. ايه يا جماعه، بس في ناس بقى تعملها من على الوش برضه، يعني تبقى ما انتوا عايزين. ورحمة الله. ايه رايكم يا جماعه في الحاجات الحلوه دي؟ ايه رايكم في الطعامه الحلوه دي؟ بصوا يا جماعه، شوفوا المناظر يا جماعه. حتى بصوا اللي في الطباسي اهو، حتى اللي في، بصوا يا جماعه كاسات، بصوا بسم الله ما شاء الله. دي مهلبيه بالفراوله يا جماعه. اتفضلوا معانا، يا ريت تشتركوا لنا على اليوتيوب وعلى التيك توك، الله يسعدكم. اهي الحاجه الحلوه يا جماعه، الله يبارك لكم يا رب. تشتركوا لنا في القناه، يبارك في عمركم.